إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. منها هنا بحر الشريعة قد جرى، والعلم من تلك الرحاب تفجرا. الإسلام والحياة، فرحابها العلم أصبح موردا عذبا لقصاد العلوم ومصدرا. الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع. تلك الجموع أتتك ترجو من حسن، فامنحهم حسن الضيافة والقرى. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الفترة المفتوحة الإسلام والحياة لهذا اليوم الأربعاء 24 من شهر ربيع الأول لعام 1439 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق للسادس عشر من شهر ديسمبر لعام 2017 من الميلاد. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بحضرتك في البرنامج. الله لكم وبارك فيكم. ومعنا الإخراج الزميل أميرة بدوي، ومن الهندسة الإذاعية الزميل محمد لطفي، والإشراف عادل عبد القادر، والإشراف العام حسن سليمان. موضوع هذه الحلقة عن مكانة القدس في الإسلام. بمناسبة هذه الأحداث الجارية التي تتوالى بسرعة، حيث يعطي من لا يملك لمن لا يستحق، كما حدث وللمصادفة كما حدث في وعد بولفور عام 1917 يحدث الآن ويتكرر في عام 2017. من لا يملك يعطي من لا يستحق. فالقدس فلسطينية عربية إسلامية. بداية نود أن نتعرف على الأدلة على عروبة القدس قديما وحديثا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا لي أخي الأستاذ ثابت في البداية أن أقول بأن القلوب تنزف دما حين نتعرض لهذه القضية الخطيرة التي تعتبر القضية الأولى عند العرب وعند المسلمين. نعم. واسمح لي أيضا والإخوة المستمعين الكرام أن أقول في البداية إنه قر لدى كبار المفكرين والمؤرخين بأن القدس إن ظلت أسيرة فإن هذا دلالة على ضعف الأمة العربية والإسلامية، وإن تحررت القدس من أيدي الصهاينة الماكرين الخادعين فإن ذلك سيكون دلالة على قوة المسلمين وعلى تجمع العرب وتجمع المسلمين. إذن المؤشر الذي يمكن أن نقيس من خلاله قوة العرب والمسلمين وضعف العرب والمسلمين هو القضية الأولى، قضية القدس واستلابها من أيدي العرب ومن أيدي المسلمين. وأنت معي في أنه حين يتحد العرب وحين يتحد المسلمون ويكونون جميعا على قلب رجل واحد فإنه بالتأكيد ستعود القدس إلى حوزة العرب والمسلمين معززة مكرمة بإذن الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وللإجابة على سؤال سعادتكم، وطبعا الإجابة على هذا السؤال لا نقصد به إلا أن نؤكد لجميع أبناء الأمة العربية والإسلامية خاصة الشباب الذين ربما لا يعرفون عن هذه القضية الكثير والكثير، نحاول أن نبث
في أفكار هؤلاء الشباب وفي أذهان هؤلاء الشباب الذين هم حاضر الأمة ومستقبلها قيمة هذه البلدة القدس وفلسطين بشكل عام وبيت المقدس بشكل أخص. فهناك أدلة كثيرة، وهذه الأدلة لم يسقها العرب فقط ولم يسقها المسلمون فقط، ولكن اتفق عليها أيضا العقلاء من غير أبناء جلدتنا، أي من غير العرب ومن غير المسلمين، المفكرون الأوروبيون والغربيون الذين تناولوا هذه القضية بحيدة تامة ونزاهة تامة وبعدم تعصب وعنصرية كما هو موجود الآن عند إسرائيل ومن يقف إلى جانب إسرائيل. قالوا بأن هناك أدلة كثيرة على عروبة القدس، وإذا ما تحدثنا عن القدس فإننا نتحدث عن بيت المقدس، وإذا تحدثنا عن بيت المقدس فإننا نتحدث عن فلسطين. لماذا؟ لأن أبرز المعالم الموجودة في فلسطين هي القدس، والقدس بالتأكيد جاية من الطهر ومن النقاء، يعني الأراضي المطهرة المقدسة كما أطلق عليها القرآن الكريم. قالوا إن هناك أدلة كثيرة على عروبة القدس، نكتفي بذكر بعضها. أولا قالوا إن القدس كنعانية عربية، ومعنى كنعانية أنها تنحدر إلى أصول عربية. نعم. أسسها أصحابها قبل أول عهد لليهود بها منذ أكثر من 2000 سنة. يبقى سكان البلاد الأصليون كانوا كنعانيين، بمعنى أنهم كانوا عربا قبل أن يأتي اليهود من أنحاء متفرقة من البلاد، ومن أيام وعد بلفور بعد ذلك الذي يعني أعطى لليهود حقا أو وطنا قوميا في فلسطين. وقد عرضت عليه أماكن كثيرة قبل ذلك مثل أوغندا ومثل جنوب إفريقيا وما إلى ذلك، ولكنه أصر على أن يزرع هذا الجسم الغريب في وسط الأمة العربية والإسلامية من أجل أن يحدث لونا من ألوان الفرقة بين العرب وبين المسلمين. أنهم كانوا يخشون من اتحاد العرب والمسلمين وما زالوا، ومن قوة شوكتهم وما زالوا إلى الآن. لماذا؟ لأن الغرب وجميع أعداء العرب والمسلمين يدركون تماما أنه إذا ما حدث اتحاد عند العرب وإذا ما حدث اتحاد عند المسلمين فمعنى ذلك أنه لن تبقى هناك قوة عسكرية أو اقتصادية على مستوى العالم بأسره، ولأنهم كانوا يخشون على مجتمعاتهم. نعم. من هؤلاء اليهود الذين يزرعون الفتنة. نعم. بين في أهالي البلاد عندهم. نعم بكل تأكيد. نعم. يبقى إذن بأكثر من 2000 سنة كان الكنعانيون موجودين في فلسطين وقبل أن يأتي اليهود إليه، بل قبل أن يأتي سيدنا إبراهيم عليه السلام. نعم. إلى هناك. نعم. وسنأتي على هذا الآن. نعم. إن شاء الله. نعم. من الأدلة أيضا أن سيدنا إبراهيم وسيدنا إسحاق وسيدنا يعقوب اللي هم بيسموه إسرائيل وسيدنا موسى لم يملكوا القدس، لدرجة أننا قرأنا للمؤرخين الأثبات بأن سيدنا إبراهيم قد اشترى مقبرة هناك من أجل أن يدفن فيها، ويستدل بذلك العلماء على أنه لو كان يملك القدس كيف يشتري ما يملك؟ أنه لا يشتري مقبرة له ولأولاده أو لأسرته. رقم 3 من الأدلة على عروبة القدس وفلسطين وبيت المقدس إن داود عليه السلام فتح يبوس، ومعنى كلمة يبوس كما ترجمها علماء التراجم بيت المقدس. فتحه متى؟ في القرن 11 قبل الميلاد. وظل العرب اليبوسيون يعيشون في المدينة المقدسة، ولم يكن هناك أحد من اليهود ولا من غير اليهود موجودا آنذاك في المدينة المقدسة أو في القدس أو في فلسطين. رابعا الكنعانيون الذين تحدثنا عنهم، فليطلع جميع العرب والمسلمين وليطلع جميع مفكري العالم
المحايدين سيجدون أن الكنعانيين قد أنشأوا في هذه البلاد، بلاد فلسطين، أنشأوا حضارة ضخمة تحدث عنها جميع المؤرخين. أنشأوا حضارة ضخمة في القدس في فلسطين، في حين لم ينشئ اليهود حضارة ولم يوفروا أمنا. ما قال أحد أبدا من المؤرخين حتى من اليهود بأن هناك حضارة لليهود أنشئت في القدس أو في فلسطين، في حين أنهم أثبتوا بأن الكنعانيين أنشأوا حضارة في هذه البلاد، وعاشت هذه الحضارة عدة قرون. الدليل الخامس على أن فلسطين عربية إسلامية، وأن بيت المقدس وأن القدس عربية إسلامية، دمر الرومان أورشليم التاريخية. أورشليم تساوي بيت المقدس، دمروها مرتين ومحوا اسمها جزاء أعمالهم، وانقطعت صلتهم بالمدينة المقدسة وبالأرض 18 قرنا متواصلة. يعني هم الذين خربوا 800 عام. هم الذين خربوا وهم الذين دمروا، فكيف يخربون ويدمرون وبعد ذلك يدعون أن القدس إنما هي يهودية وليست عربية الأصل. الدليل السادس: حكم العرب فلسطين نحو 13 قرنا متواصلة، وذلك خلال فترة حكم الصليبيين، ولكن عروبية البلاد ظلت مستمرة. وأهم شيء وأهم دليل هنا أنه كانت لغة البلاد هي اللغة العربية، ولا يمكن أبدا أن تكون لغة البلاد لغة عربية إلا إذا كان الذين يقطنون هذه المدينة ويعيشون وأهل هذه المدينة من العرب، لأنهم يتحدثون اللغة العربية، وذلك حتى أثناء الحكم العثماني. يبقى هذا دليل قاطع على أن فلسطين والقدس وبيت المقدس عربية وليست يهودية. الدليل السابع: كان سكان المدينة المقدسة أثناء تلك القرون عربا لسانا وحضارة وقلبا ومشاعر، ولم يكن هناك يهود. الدليل الثامن والأخير الذي نجتزئ به في هذا اللقاء أن حكومة الانتداب، وطبعا هذه الحكومة تابعة لليهود، التي التزمت بسياسة الوطن القومي الذي تحدثنا عنه، هو إنشاء وطن قومي لليهود فين؟ في فلسطين، لم تأخذ بالحجة اليهودية، ولم توصي يوما بأن فلسطين يهودية الأصل، لم توصي يوما بتهويد المدينة المقدسة، وأقصى ما ذهبت إليه التوصية بتدويل المدينة. طبعا قضية تدويل المدينة معروف بأنها قضية ماكرة خبيثة وفي منتهى الخطورة، وقضية التدويل معناها بأن لا يكون مسؤولا عنها العرب فقط أو المسلمين فقط، ولكن من الممكن أن يكون مسؤول عنها اليهود ودول العالم كما يدعون، وكما ادعى بعضهم قبل ذلك أنه يريد أن يدول الحرمين الشريفين وما إلى ذلك. وطبعا هذه كلها قضايا خبيثة ماكرة لتمييع القضية ثم الانقضاض عليها. الماكرين نعم لتمييع القضية كما تفضلتم ثم الانقضاض عليها. نعم. ومعنى هذا نخلص من هذه الأدلة اليقينية التاريخية التي قال بها علماء عرب ومسلمون كما قلت، وقال بها علماء من غير أبناء جدتنا، أن مدينة القدس عربية إسلامية منذ عرفت في التاريخ، إلى أن غزاها الإسرائيليون حديثة. مدينة القدس عربية دينا ودنيا، عربية سكانا ومنازل، وأهلها هم، وهذه نقطة مهمة جدا، هم جميع العرب مسلمين ومسيحيين في المشارق وفي المغارب. نعم. هناك آثار إسلامية موجودة في بيت المقدس قبل الفتح العمري وبعد الفتح العمري بالطبع. نعم. ما أهم هذه الآثار الموجودة ببيت المقدس؟ اسمح لي، هذا سؤال من حضرتكم في غاية الأهمية، لأنه يعد امتدادا لحديثنا عن عروبة القدس، ولا يمكن أن توجد آثار عربية أو آثار إسلامية في مدينة ما إلا إذا كانت هذه المدينة تمت إلى العروبة بصلة وثيقة وإلى الإسلام بصلة وثيقة.
وأبدأ في الإجابة على هذا السؤال لأذكر ما رواه عطاء الخراساني رضي الله عنه قال: بيت المقدس بنته الأنبياء. أين اليهود هنا؟ لا شيء. وعمرته الأنبياء. والله عشان الذين يزعمون هيكل سليمان وما إلى ذلك وحائط المكة والكلام ده كله، طبعا فند المؤرخون جميعا على مستوى العالم وليسوا العرب والمسلمين فقط. هذه الفرية، فرية حائط المكة وفرية هيكل سليمان وما إلى ذلك، وقالوا إن هذا ليس له أساس من الصحة، بل إن الحفائر التي حفروها وكانوا إسرائيليين ويهود لم يجدوا شيئا لا للهيكل ولا لحائط المكة ولا ما إلى ذلك. وهذه كلها ادعاءات يريدون منها الوثوب على بيت المقدس وعلى المدينة وما إلى ذلك، وطبعا كلها حرب على الإسلام وعلى المسلمين وعلى جميع العرب. وأقلها أن بعد الحفر تحت بيت المقدس أن يقع فيقيموا هيكلهم المزعوم الذين يزعمون أنه هناك، ليضعوا أرجلهم هناك ويثبتوا أن لهم آثار. نعم. يبقى بيت المقدس عطاء الخراساني يقول رضي الله عنه وارضاه: بنته الأنبياء وعمرته الأنبياء، والله ما فيه موضع شبر إلا وقد سجد فيه نبي. ولذلك حين نقول بأن القدس مهبط الأنبياء ومهبط أرواح الأنبياء، وكما سنأتي على الحديث فإن الله عز وجل جمع لرسوله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج جميع الأنبياء والمرسلين، وقدم صلى الله عليه وسلم بهم وصلى بهم إماما، فمعظم الأنبياء أتوا من أول آدم عليه السلام وأول رسل الله إلى الأرض سيدنا نوح عليه السلام إلى خاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قد أتوا إلى هذا المكان لأنه بيت القدس وبيت الطهر وبيت الشرف وبيت الكرامة. وكان من الطبيعي أن يكون منتهى إسراء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبداية معراجه من هذا البيت المقدس، من أجل أن يشرف البيت المقدس بأن يأتيه خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحين أديت للأقصى تحياته، وحين أديت للأقصى تحياته، ما وحين أديت للأقصى تحيته، وحين أديت للأقصى تحيته، ما كنت صلوات ربي وسلامه عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله. أيضا بيت المقدس أو القدس هو أو مسجد الأقصى هو ثاني بيت بني لله في الأرض بعد بيت الله الحرام، فقد بني بعده ب40 عاما. نعم، فهو له شرف يعني أن يكون ثاني بيت وله هذه المكانة في قلوب الجميع. نعم. سعادتك سألتني قبل الفاصل عن أهم الآثار الإسلامية في بيت المقدس قبل الفتح العمري وبعد الفتح العمري. ذكرنا الحديث الذي رواه أو الأثر الذي رواه عطاء الخراساني، ثم بعد ذلك ندلف إلى أهم الآثار الإسلامية الموجودة في بيت المقدس قبل الفتح العمري. فيها آثار كثيرة، من أهمها كما قال المؤرخون مسجد سليمان
ومقام نبي الله داود على نبينا وعليهما أفضل الصلاة وأتم التسليمات. لكني حتى أحترم عقلي وأحترم عقول الأخوة المستمعين الكرام أقول إن المؤرخين وكتاب السير قد أثبتوا أنه ليس هناك مقام بالتعيين لنبي موجود على ظهر الأرض سوى مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يمنع أن يكون من الآثار هناك مقام النبي داود عليه السلام، لأننا قلنا بأنها كانت مهبط الوحي ومجمع الأنبياء وما إلى ذلك. من الآثار الإسلامية الموجودة في بيت المقدس بعد الفتح العمري، واسمح لي أن أقول وهذا بلاغ لجميع الناس من أجل أن يتعرفوا على سماحة الإسلام وعلى رحمة الإسلام. معروف بأن سيدنا عمر فتح ومعه المسلمون والصحابة الأجلاء بيت المقدس سنة 17 هجرية الموافق 638 ميلادية. وجاء فاروق الإسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه من أجل أن يؤسس قيما وأن يرسي مبادئ أخلاق حين ذهب إليها إلى البيت المقدس رضي الله عنه من المدينة المنورة ليتسلمها من أهلها. ماذا فعل؟ أولا قطع على نفسه عهدا أن يصون أمواله وكنائسه وأن يرعى حقوقه وأن يحقق لهم الأمن والسلامة. ثم ماذا؟ حانت صلاة الظهر وقد زار كنيسة القيامة، وأراد البطريق آنذاك أن يسمح أو سمح، قال لسيدنا عمر طلب منه أن يصلي الظهر داخل الكنيسة فرفض وقال له سأصلي خارج الكنيسة. فلما سألوه لماذا قال حتى لا يتخذ المسلمون ذلك ذريعة ويسيطروا على الكنيسة بعد ذلك ويقولون هنا صلى فاروق الإسلام عمر. انظر ماذا فعل عمر وماذا يفعل أتباع القردة والخنازير الآن بالعرب وبالمسلمين الصهاينة الملاعين في فلسطين وفي غير فلسطين. ماذا يصنعون؟ نسمع الآن عن عدد من الشهداء ونستمع الآن إلى عدد بالآلاف من الجرحى، وهم يحسبون بذلك أنهم يعني سيصنعون يعني ما يمكرون، لكنهم لابد أن يعلموا بأنه كلما مات أو استشهد شهيد من العرب أو المسلمين في فلسطين ومن أجل فلسطين ومن أجل بيت المقدس، أو كلما جرح مئات بل آلاف، فإن ذلك سيزيد العرب والمسلمين إصرارا على أن قضيتهم الكبرى وستظل هي قضية بيت المقدس، قضية القدس، قضية فلسطين، وأنهم حين يتحدون وإن ذلك لكائن بإذن الله تبارك وتعالى في القريب العاجل، فإنهم سيخرجون هؤلاء من هذه الأراضي العربية الإسلامية المسيحية التي غزوها، وستعود القدس كما قلنا بإذن الله في حوزة العرب وفي حوزة المسلمين. الغريب أن مما ورد في ما يسمى بالعهدة العمرية التي هي الميثاق الذي أعطاه سيدنا عمر رضي الله عنه إلى نصارى بيت المقدس، أنهم طلبوا ألا يسكن معهم في اليهود. بارك الله فيك. يعني وهذا معناه أنهم لم يكونوا بالمدينة إلى هذا المعنى. بارك الله فيك. طبعا العهدة العمرية دي هذه وثيقة في منتهى الخطورة ووثيقة في منتهى العدل، لأنها صدرت من الخليفة العادل عمر بن الخطاب. واسمح لي هنا أن أقول جملة معترضة. سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال أكثروا من ذكر عمر فإنكم إن أكثرتم من ذكر عمر أكثرتم من ذكر العدل، وإذا ذكرتم العدل ذكرتم الله. لا إله إلا الله. يتدلل العدل العمري الذي هو أس الإسلام وأساس الإسلام في هذه العهدة أو العمرية أو الوثيقة العمرية التي كتب فيها هذه المعاني التي ألمحتم إليها الآن، بأنهم أوصوا بألا يسكن معهم في إلياء بيت المقدس يهودي، ومعنى هذا أنهم غرباء وأنهم طارئون على المدينة، إذ لو كانوا هم أصل سكان القدس أو بيت المقدس كيف يطلبون؟ أو كان يكتب إخراج اليهود من القدس، كان يعني العهدة نرجو إخراج اليهود من القدس مثلا. نعم. بعد ذلك نقول لماذا كانت لمدينة القدس
هذا اللون من ألوان التقدير والاحترام عند جميع الأديان التي لم يغيروا فيها، اليهودية والمسيحية والإسلام، لعدة أسباب. رقم 1، لأنها موطن إبراهيم الخليل عليه السلام ومقر جميع الأنبياء ومهبط الوحي ومبعث عيسى عليه السلام. ثانيا، لأنها كما تفضلتم في بداية الحلقة أولى القبلتين، وثاني الحرمين المسجدين، وثالث الحرمين الشريفين. رقم 3، لأنها مسرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعروف كما قال الذين كتبوا عن الإسراء والمعراج بأن جبريل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوقف في 3 مواطن وهو في رحلة الإسراء والمعراج. الموطن الأول في المدينة المنورة، وأمره أن يصلي ركعتين. لماذا؟ على ملة إبراهيم الخليل. لماذا؟ قال له لأنها موطن هجرتك. ثم أمره أن يتوقف عند طور سيناء وأن يصلي لله ركعتين. لماذا؟ لأن هنا كلم الله عز وجل موسى عليه السلام، وأمره أن يتوقف وأن يصلي ركعتين هناك في بيت لحم. لماذا؟ لأن هنا مبعث سيدنا عيسى عليه السلام. على ما يدل هذا؟ يدل على أن الأديان كلها إنما تخرج من مشكاة واحدة، وأن هؤلاء الذين يريدون أن يبذروا الفتنة والفرقة وأن يشيعوها بين أبناء الوطن الواحد كما يفعلون الآن في مصر وفي غير مصر، هؤلاء خادعون ماكرون صهاينة. والكتب السماوية كلها قد وصفت هؤلاء بأنهم ينقضون العهود ولا يثبتون على عهد ولا يعيشون إلا في ظل الاضطراب والقلاقل والفتن وما إلى ذلك. أما إذا كان هناك سلام فإنهم لا يستطيعون أن يعيشوا في مكان فيه سلام. يبقى مصر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وأهم شيء هذا لأنها مفتاح الكعبة وقبر الرسول، من جازه تمكن من الأردن، وإذا تمكن من الأردن من الممكن أن ينفذ إلى المدينة المنورة وإلى مكة وإلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا أتذكر أنا وأنت أخي الأستاذ ثابت والإخوة المستمعين الكرام، هؤلاء الذين أرادوا حفروا خندقا من هناك من فلسطين وأرادوا أن يصلوا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يسرقوا الجسد الشريف وأن يأخذوه من أجل، أو ده طبعا ثابت تاريخيا، من أجل أن يدفنوه في المدينة المقدسة في القدس في فلسطين. والذي تصدى لهم ناصر الإسلام سيد صلاح الدين الأيوبي أكرمه الله، هو الذي تنبه إلى هذا، وهو الذي حارب هؤلاء، وهو الذي حال بينهم وبين أن يصلوا إلى جسد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا؟ لأنها عاصمة فلسطين، لا كما يدعي هؤلاء مهما أصدروا من قرارات، والعالم كله الآن نرى أنه في كفة، وأن الذين أصدروا قرارا بأن القدس عاصمة لإسرائيل ويريدون أن ينقلوا سفارتهم للولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس، هؤلاء لن يتمكنوا أبدا، لأنهم حتى وإن فعلوا هذا فإنه لن يغير ذلك من الطبيعة الجغرافية والتاريخية والدينية لمدينة القدس. ولن يسكت المسلمون، لأنه إن سكت المسلمون والعرب على هذه الفضيحة فمعنى هذا بأنهم قد خسروا قضية القضايا، بل لم يعد لهم وجود على ظهر هذا الكوكب الأرضي. يبقى هي عاصمة فلسطين ومتحف آثارها الدينية وصلة الوصل بين الأقطار الإسلامية. اسمح لي أن أقول إجابة على سؤالك، الآثار الموجودة بعد الفتح العمري في بيت المقدس مسجد سيدنا عمر بن الخطاب، مسجد رضي الله عنه، مسجد الصخرة، المسجد الأقصى، هناك قباب كثيرة موجودة هناك أنشأها العرب وأنشأها المسلمون، الزوايا، المقابر الأثرية، مدارس العلم والمكتبات. ومعنى هذا أن التفريط في القدس إنما هو تفريط في أقدس مقدسات المسلمين. سؤال حتى نكون منصفين، وهل في القدس لليهود في القدس آثار دينية؟ والإجابة تقول إنها قليلة جدا
لسببين اثنين. السبب الأول أن الرومان دمروا القدس وما فيها من آثار دينية لليهود. السبب الثاني أن الفترة التي ازدهرت فيها الديانة الموسوية قصيرة جدا إذا ما قيست بالفترة التي كان موجودا فيها العرب والمسلمون في القدس، قلنا 13 قرنا، إنما الفترة الموسوية لم تتجاوز القرن الواحد، بينما تجاوز الحكم الإسلامي للقدس 13 قرنا من الزمان كما قلنا قبل ذلك. أهم ما فيها من أثار اليهود كما يدعون حائط المكة ولا وجود له كما هو حائط البراق وليس حافظ. وهنا نذكر بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعرف العرب والمسلمون قيمة هذه المدينة وقيمة بيت المقدس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الجنة تحن شوقا إلى بيت المقدس، وصخرة بيت المقدس من جنة الفردوس وهي صرة الأرض. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. هذا عن الآثار الإسلامية في بيت المقدس. نعم. فماذا عن موضوع حلقة اليوم، وهو موضوع حلقة اليوم نعم. وهو مكانة بيت المقدس في الإسلام؟ طيب. بيت المقدس في الإسلام له مكانة عظيمة عظيمة. واسمح لي يا أخي الأستاذ ثابت وأنت تقرأ النشرة أن أثمن دور الأزهر الشريف والمؤسسات الرسمية السياسية وغير سياسية على مستوى الدولة وعلى مستوى الدول المنصفة العربية والإسلامية وغيرها، في أننا لابد وأن نبث كل ما يتصل وننشر كل ما يتصل بفلسطين وببيت المقدس والمسجد الأقصى وما إلى ذلك في أذهان شباب هذه الأمة العربية والإسلامية، من أجل أن توجد حلقة وصل بين هؤلاء وبين هذه المدينة المقدسة وبين بيت المقدس، وأن يتعرفوا على القيمة الدينية والتاريخية لبيت المقدس بالذات. مكانة بيت المقدس في الإسلام رقم 1 أن الله خص القدس كما قلنا بالعديد من الأنبياء، من أول سيدنا إبراهيم إلى سيدنا عيسى على نبينا وعليهم جميعا أفضل الصلوات وأتم التسليمات. 2 أن الله خص بيت المقدس كما قلنا بإسراء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل كما قلنا على أن الدين واحد وأن الشرائع مختلفة. ربنا تبارك وتعالى كان يبعث كل رسول إلى أهل زمانه أو إلى قومه بالطبيعة التي من الممكن من خلالها أن يأخذ بيد هؤلاء القوم، لكن الله حين أراد أن تختتم النبوات والرسالات أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كافة للناس بشيرا ونذيرا برسالة مهيمنة على جميع الشرائع. ويجب كما أقول دائما، اسمح لي، على كل مسلم ألا يموت إلا وهو يعتقد بأن الدين عند الله هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وبأن أفضل الخلق على الإطلاق من لدن آدم إلى البشرية جمعاء هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قدمه جبريل ليلتها كما تقول الروايات الصحيحة، وصلى صلى الله عليه وسلم بجميع الأنبياء والمرسلين إماما، مع أنه خاتمهم، إلا أنه صلى بهم إماما دلالة على أنه جاء مصدقا لما بين يديه من الكتب التي لم يحرفها أحد الكتب السماوية، وفي الوقت ذاته لن يأتي بعده نبي ولن يأتي بعده رسول. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. من مكانة بيت اتفضل. واسمح لي في تعليقة بسيطة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما صلى بالأنبياء جميعهم إماما لا يؤمن الرجل في ملكه. نعم. فمعنى ذلك أن بيت المقدس منذ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح للمسلمين. نعم. أو أصبح لرسول الله وأتباعه صلى الله نعم. عليه وسلم. بارك الله فيك. نعم. كما قلنا أيضا بأن من مكانة بيت المقدس في الإسلام أنه أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، ثم إنه كما قلنا الثغر الذي يمكن أن يدخل من خلاله الأعداء إلى الكعبة وإلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا لابد أن يكون هناك تواجد مكثف، وأن تكون فلسطين كما أراد الله لها مقرا وموطنا للعرب وللمسلمين، حتى يستطيعوا أن يؤمنوا الطريق
إلى الكعبة المشرفة وإلى مكة وإلى المدينة المنورة وإلى قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نتحدث الآن عن أهم فضائل بيت المقدس. وبيت المقدس نعم. فضائله عديدة. تحدثوا عن بعضها. نعم. من فضائل بيت المقدس أولا قضية الإسراء، ومعروف أخي الأستاذ ثابت بأن الله تبارك وتعالى قد أنزل سورة بأكملها سماها سورة الإسراء، وقال في بدايتها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الآية هذه في بداية سورة الإسراء تدل على معجزة الإسراء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت من مسجد إلى مسجد، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى، تمهيدا لعروج الرسول صلى الله عليه وسلم أو لمعراجه إلى السماوات العلى حيث سدرت المنتهى، وحيث التقى بربه تبارك وتعالى بغير تكييف ولا تحديد ولا تمثيل ولا تشبيه. والناس أو المسلمون يعلمون تفاصيل هذه القضية. يبقى واسمح لي أن أقول بأن ربنا تحدث عن الإسراء في سورة الإسراء في 3 مواضع حتى نبين مكانة بيت المقدس. هذا هو الموضع الأول اللي هي الآية الأولى. الموضع الثاني وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لقد كانت رؤيا عين حيث رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة الإسراء والمعراج. الموضع الثالث آخر آية في سورة الإسراء، وهي وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. كيف ذلك؟ واسمح لي في دقيقة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في لحظة السماء المعراج التقى بالأنبياء لما وصل إلى السماء السابعة عند البيت المعمور. كان هناك سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، ألقى عليه السلام، رد عليه السلام، قال له إني أوصيك بوصيتين: إذا التقيت بربك فلا تسل شيئا لنفسك لأنك تمشي على الأرض وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ولكن سل الله لأمتك. رقم 2: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وغراسها سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي رواية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اقرأ معي الآية وقل الحمد لله. ده رقم 1 في الباقيات الصالحات. الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل يساوي قلنا سبحان الله سبحان الله. ده في أول الآية سبحان الذي أصل. الحمد لله وقل الحمد لله. الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل يساوي التوحيد. وكبره تكبيرا تساوي الله أكبر. فمعنى هذا أن الله أراد أن يضمن وصية الخليل إبراهيم سورة الإسراء من أجل أن يثبت بأن هذا قد حدث في ليلة الإسراء والمعراج، ومن أجل أن يبين أيضا مكانة القدس ومكانة بيت المقدس. فتح الله عليكم. نعم. من فضائل بيت المقدس ما جاء في الحديث: إن لله بابا مفتوحا في سماء الدنيا نحو بيت المقدس ينزل كل يوم فيه 70,000 ملك يستغفرون الله لمن أتى بيت المقدس فصلى فيه. كل يوم في باب مفتوح هناك عند بيت المقدس. ولعله الباب الذي عرج منه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الأبحاث العلمية تقول بأن الصعود إلى السماوات العلى من عند بيت المقدس صعود ليس فيه تعريج ولكنه مستقيم هكذا. ومن أجل هذا كان الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومعروف بأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في السماء الأولى، باب السماء الأولى، الثانية، الثالثة، وهكذا. لعل هذا هو الباب الذي تتنزل منه رحمة الله إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبيانا لفضل بيت المقدس. قال ابن جريج عن عطاء: لا تقوم الساعة حتى يسوق الله خيار عباده إلى بيت المقدس وإلى الأرض المقدسة فيسكنهم فيها. لا تقوم الساعة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يسوق الله خيار عباده، اللي هو بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد وهؤلاء سيأتون بإذن الله تبارك وتعالى فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. لمعروف أن بني إسرائيل قد أفسدوا في الأرض مرتين. المرة الأولى معروفة في قديم الزمان، والمرة الثانية هي هذه المرة التي نعيش أحداثها في هذه الآونة. نستأذن فضيلتكم معنا اتصال هاتفي. تفضل.
السلام عليكم. الله وبركاته. لا يسلم. بس سعادتك كده صح فتحها وتروح معاك. اهلا بحضرتك يا فندم. ازيك يا حبيبي؟ الله يخليك يا دكتور محمد. بارك الله فيكم ونفع بإذاعة القرآن الكريم. بارك الله فيكم يا دكتور. واخونا الدكتور محمد متولي ونفع الله بكم. بارك الله فيك يا حبيبي. بارك الله فيك يا استاذ. وبارك الله في هذا اللقاء الطيب حول القدس، هذه العاصمة الأبدية إن شاء الله لفلسطين بإذن الواحد الأحد، وهي عاصمة مقدسة ولها عندنا نحن المسلمين يعني نتكلم يعني هذه المدينة الذي يدعي هؤلاء الصهاينة أنها تاريخ لهم، فهذا كلام مغلوط. يعني أود أن أرسل مسدد في التاريخ، ولكن نقرأ طبعا في كتب التاريخ أن المدينة المقدسة كانت في القديم كان بها العرب الكنعانيون. مش عارف هذا الكلام يعني اتقال ولا ايه؟ يعني كان يسكنها العرب الكنعانيون، وسميت باللغة الآرامية أورشليم. نعم. يعني مدينة السلام، بس عشان هم هؤلاء الناس ينطقونها بلغتهم العبرية أورشليم. نعم. هذا اسم قديم كنعاني آرامي قديم قبل الميلاد بحوالي 3000 سنة. من يقرأ التاريخ ويقرأ الحقائق يعرف هذه الحقائق. فأور بمعنى مدينة. نعم. ساليم يعني مدينة السلام. نعم. باللغة الآرامية. ويقال أن الذي بناها ويقال أن الذي بناها هو كان اسمه سالم أحيانا برضو ربما. هو حاكمها وسميت على اسمه. نعم. ثم إن هناك حقائق تاريخية لابد أن نؤمن بها في الصحيحين كما سأل سيدنا أبو رسول الله. يعني ما أول بيت بني على الأرض قال له المسجد الحرام، وهذا بنص القرآن إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. نعم. قالت طيب وما بعده وما الثاني أو ما قال بيت المقدس. قال يعني ثم أي مسجد بني بعدها؟ قال المسجد الأقصى. قال كم بينهما؟ قال 40 سنة. نعم. إذن دي حقائق تاريخية في الصحيحين البخاري ومسلم أن المسجد الحرام أول مسجد بني على وجه الأرض، ثم بعده المسجد الأقصى ب40 سنة. فأي داعي لهذا الهيكل المزعوم الذي بينه وبين يعني تسمية المدينة 3000 سنة كما يقال. هذه حقائق تاريخية لابد أن يعرفها الناس جميعا. هذا الهيكل المزعوم هو بناء الذي يتعبد به سيدنا سليمان، لكن احنا حقائق تاريخية. يبقى هناك بين المسجدين 40 عام، هذا تاريخ صحيح جدا. يعني إذا لم يوجد أصلا، مش محلش موجود، حتى أي سيدنا إبراهيم نفسه ما كانش موجود. يعني إذا اللي هو أبو الأنبياء جميعا، وكأن أنبياء بني إسرائيل يعني هم ينتسبون إلى اليهود ولا ينتسبون إلينا، أو هم أولى بهم منا. هذه حقائق تاريخية مغلوطة. ثم سميت بعد ذلك القدس إيليا في عصر الرومان، وإيليا معناها بيت الله. ثم بعد ذلك سميت القدس لأن بها المسجد الأقصى وبها قدس الأقدس والمسجد الأقصى. إذا هذه المدينة لها ضمان هنا عندنا نحن المسلمين كما قال الدكتور محمد، لأنها هي مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم ومبتدأ المعراج. كان الله سبحانه وتعالى كان ممكن أن يجعل المعراج من المسجد الحرام، فلماذا جعله من المسجد الأقصى؟ لتأكيد هذه العلاقة الدينية التاريخية الأبدية العقدية بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حينما يأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم يعرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، فهذا تأكيد عقدي ديني للعلاقة الأبدية الدينية بين المساجد الثلاث، بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام ومسجد النبوي، وأن الريادة والقيادة قد آلت إلى أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الأمة الخاتمة. فهذا المسجد هو مسجدنا، وهو مسجد لم يسمى هيكلا ولا يسمى كنيسا ولا يسمى معبدا، إنما هو سمي مسجد أقصى من أول ما بني كما سمي مسجد الحرام مسجدا. وهذه من خصائص لغتنا ومن خصائص ديننا، لا يسمى المسجد إلا مسجدا عندنا نحن المسلمين. فإذا أنا أؤكد على الحقائق التاريخية لهذا البيت، أنه قديم عربي إسلامي وسيظل إسلاميا عربيا. ولا شوف كل هذه الأمور التي تحدث هي أمور سنن كونية تحدث. كم سنة احتل المسجد الأقصى؟ احتل من قبل 88 عاما على عهد الصليبيين. أيوة. إذن يعني جاءه لما أخذ الصليبون مكثوا فيه قرونا كثيرة، ثم عادوا أدراجهم وذهبوا وانقضى وحرر المسجد الأقصى. مصر نفسها
استعمرت أكثر من 76 سنة، ثم ذهب الإنجليز وظلت مصر عربية إسلامية، وظل الأزهر شامخا، وظلت القاهرة هي قاهرة المعز، وكذلك الجزائر. إذن نحن لا نيأس. أنا أتحدث عن هذه الأمور لماذا؟ الجزائر احتلت أكثر من قرن، ثم ذهب الفرنسيون إلى غير رجعة، وهكذا. يعني حينما تحتل أمة كالصهاينة أو اليهود يجلسون 69 سنة في فلسطين، فلا نيأس ولا نحبط، ونقول إن التاريخ شاهد علينا، وإن وعد الله حق في أنهم زائلون كما زال الإنجليز من مصر، وكما زال الفرنسيون من الجزائر، وكما ذهب الصليبون من بيت المقدس قرون كثيرة. فلا تيأس أيها المسلم ولا تيأس أيها الفلسطيني، واعلم أن وعد الله حق، وأنهم إلى زوال، وأن القدس عربية إسلامية، وأن فلسطين عربية إسلامية. هذا وعد الله، وهذا تاريخنا، وهذا ديننا، وتلك مقدساتنا. ومن يفرط في المسجد الأقصى كمن يفرط في عقيدته، وكمن يفرط في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي. هذه عقيدة أقولها، وهذا ديننا، وأدعو الله أن ييسر الأمر، وأن يا رب سبحانه وتعالى يجمع شمل الأمة العربية والأمة الإسلامية على كلمة سواء، حتى نعيد المسجد الأقصى إلى حضن العربية والعروبة والإسلام، وأن يثبت المقدسيين وأهل فلسطين يا رب. آمين. وبارك الله فيك وفي شاكرين لفضيلتكم وفضيلة الدكتور، شاكرين لفضيلتكم. أيوة يا أخي الأستاذ ثابت. معالي الدكتور، كنا نتحدث عن أهم فضائل بيت المقدس. نعم. أولا اسمح لي أن أشكر أخي الأستاذ الدكتور عبد الفتاح على هذه المداخلة القيمة، ونواصل الحديث عن، وربما هذه الأحاديث أنا أقرأها لأول مرة، وبعض الإخوة المستمعين يستمعون إليها لأول مرة. جاء في الحديث الشريف: من صلى ببيت المقدس خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومن صبر، وهذه بشرى بقى تساق إلى جميع إخواننا الموجودين هناك، المقدسيين والفلسطينيين الذين يثورون الآن والذين يغضبون، ونحن جميعا معهم، ويجب أن نعمل على تفعيل القرارات الدولية والأممية من أجل أن يتحرك العالم حتى ننقذهم من هذا الوبال الذي يعيشون فيه. من صبر ببيت المقدس على لأوائها وشدتها، وبالتأكيد الآن هي في منتهى الشدة، الحياة هناك وفي منتهى القسوة وما إلى ذلك. من صبر ببيت المقدس على لأوائها وشدتها جاءه الله برزقه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن تحته ومن فوقه، يأكل رغدا ويدخل الجنة إن شاء الله. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. وكذلك قال سيدنا علي رضي الله عنه لصعصعة: نعم المسكن عند ظهور الفتن ببيت المقدس، القائم فيه كالمجاهد في سبيل الله. وليأتين زمان يقول أحدهم: ليتني تبنة في لبنة في بيت المقدس، وأحب الشام إلى الله بيت المقدس، وأحب جبالها إليه الصخرة. أجل أخي الكريم، إن العرب والمسلمين هم حماة بيت المقدس، وهم عليه بإذن الله مؤتمنون، وهم له بإذن الله صائلون إن شاء الله. نود أن نتحدث عن الحقائق حول عدم أحقية اليهود في أرض فلسطين بموجب ما ورد في الكتب السماوية. نود أن نتحدث عن بعض هذه الحقائق، لن نستطيع أن نحصيها كلها في هذا الوقت الضيق. نعم. اسمح لي، سنتحدث في رؤوس أقلام فقط. نعم. هناك يعني كتب بعض الأساتذة الأفاضل كتابا عنوانه: حقائق حول عدم أحقية اليهود في أرض فلسطين بموجب ما ورد في التوراة والإنجيل وآية التنزيل. وذكر لنا 10 حقائق سنذكر إجمالا لهذه الحقائق. 1. تعليق موعود الله لبني إسرائيل على استيفاء الموعود. الله عز وجل أعطاهم وعدا، وهذا الوعد لم يكن مستمرا، وإنما كان وعدا خاصا، وكان مشروطا بشرائط معينة. الشرائط هي إيه؟
عدم الاستفساد في الأرض، اتباع منهج الله، اتباع منهج رسل الله وما إلى ذلك، لكنهم لم يحافظوا على هذا. وربنا يقول فيما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذا ديدنهم إلى آخر الآيات الكثيرة التي تنتشر، لأن قصة موسى معروفة بأن وبني إسرائيل انتشرت كثيرا في القرآن الكريم، وهي كلها في النهاية مكر وخداع وخبث وتسلط وما إلى ذلك. 2. إخلال بني إسرائيل بشروط موعود الله، يعني ربنا وعدهم لكنهم أخلوا بالإيه؟ أخلوا بالشروط. من هذه الشروط ما ورد في قوله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين. ويجب أن نقول للناس من هنا بأن فضلكم على العالمين ليس جميع العالمين ولكن عالم أهل زمانهم في العصر الذي عاشوا فيه، في العصر الذي عاشوا إيه؟ عاشوا فيه. 3. موعود الله لبني إسرائيل كان موقوفا بفترة زمنية محددة. لماذا؟ لأن يعني سيدنا موسى الذي أرسل بالتوراة والذي يزعم اليهود أنهم يتبعونه معروف أنه نبي زمان فقط، نبي زمانهم. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فهو نبي آخر الزمان وأرسل للناس كافة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن حين وعدهم الله تبارك وتعالى وعد بني إسرائيل فإن هذا الوعد كان موقوفا بفترة زمنية محددة إلى أن يبعث الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا من حكمة إسراء الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. 4. تفضيل بني إسرائيل كلية استثناء كما قلنا مرده التمسك بما أخذه الله عليهم من عهود ومواثيق. ولذلك يقول ربنا في القرآن الكريم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أي عالم أهل زمانهم، لكنهم قابلوا النعم بالنكران واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. 5. هناك سنن الله الكونية كما أشار أخي الأستاذ الدكتور عبد الفتاح أبو الفتوح تقول: لا محاباة لا مجاملة في إمضاء سنة الله القاضية بأن عهد الله لا ينال الظالمين ولا يناله الظالمون. والآية واضحة في سورة البقرة التي تحدثت كثيرا عن بني إسرائيل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. 6. تقصية هاجر كانت موجودة فين؟ في فلسطين. وبعد ذلك أمر سيدنا إبراهيم بعد أن أتت له بسيدنا إسماعيل اللي هو أبو العرب، أمر بأن يأخذ هاجر ويأخذ ابنه إسماعيل وأن يذهب إلى البيت الحرام. والقصة معروف والدعاء معروف. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. يبقى تقصية هاجر عن أرض فلسطين وذهابها إلى البيت الحرام إيذانا ببعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل، لأن اليهود يقولون بأن الذبيحة هو إسحاق، هذا دليل على أن الذبيحة هو إسماعيل، لأن إسماعيل كان أكبر ولد عند سيدنا إبراهيم ولم يرزق بإسحاق من سارة إلا بعد أن رزق بإسماعيل من سيدة هاجر. ومعنى هذا بأن هاجر وسيدنا إسماعيل لما ذهب إلى هناك وجاءت قبيلة جرهم وقبيلة جرهم عربية وإسماعيل هو جد العرب، فهذا دليل آكد على أن في إقصاء هاجر من هنا وذهابها إلى هناك بعثة آخر الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي بعد ذلك إلى بيت المقدس من أجل أن يطهره
وأن يكرمه وأن يشرفه وأن يثبت للعالم أجمع بأن بيت المقدس للعرب وللمسلمين ما بقيت الدنيا وما بقي موحد على ظهر هذا الكوكب الأرضي. اسمح لي يا دكتور في دقيقة، في ثواني معدودة. نعم. حتى في نص التوراة عندهم نعم. يقول اذبح ابنك وحيدك، نعم. فوحيده كان إسماعيل لأنه نعم. قبل نعم. إسحاق، ومع ذلك يضللون ويقولون إن هذه عادتهم. نعم. تفضل. رقم 7 بسرعة. الإيمان بتحول الإمامة كان في ليلة التتويج، ليلة الإسراء والمعراج. نعم. تحولت الإمامة من بني إسحاق اللي هو إسرائيل ويعقوب إلى بني إسماعيل إلى العرب. نعم. يبقى هذا وضع طبيعي على أن الإمامة حين تحولت في هذه الليلة المباركة، وبنو إسماعيل هم أبناء عمومة بني يعقوب وبني نعم. إسحاق. نعم. يبقى الوضع الطبيعي كان يجب أن يكون هناك نوع من ألوان الإلف والمودة والتعاون بين أبناء العمومة، لكن اليهود كدأبهم دائما ما كان منهم إلف وما كان منهم يعني علاقات طيبة مع العرب ومع المسلمين. نعم. بعد ذلك نقول في عجالة 8 التواصل الإيماني هو الأصل والأساس، لأن ربنا قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. 9 أحقية ذرية إسماعيل في أرض فلسطين كما ترويها حقائق التاريخ والمنظمات الدولية وأدلة العقل والنقل، فليس لإسرائيل حق في أرض فلسطين ولا يوجد أي دليل على وجود ما يسمى حائط مكة ولا هيكل سليمان كما تحدثنا في البداية. وعندما فتح المسلمون بيت المقدس كما تفضلتم في البداية وأعطى عمر رضي الله عنه وثيقة الأمان العهدة العمرية لأهلها، تضمنت هذه الوثيقة كما قلنا ألا يسكن بإلياء معهم أحد من اليهود. أخيرا عاجل مستقبل أرض الميعاد لبيت المقدس وآجله يحدده الشرع الحنيف وسنن الله الكونية ولا تحدده أمزجة البشر. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. وفي الحديث في النهاية قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من جابههم إلا ما أصابهم من لأواء أي من أذى حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قيل يا رسول الله وأين هم؟ قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. نعم. صلى الله عليه وسلم. للأسف أن الوقت قد داهمنا، فنود في عجالة سريعة أن نختتم بواجب العرب والمسلمين تجاه قضية فلسطين وتجاه بيت المقدس. لا شك أن الواجب العرب والمسلمين إنما هو واجب عقدي، وفي الوقت ذاته نحن ندعو جميع من بيدهم القرار أن يفعلوا قرارات كما قلنا الأمم المتحدة ومجلس الأمن وقرارات المؤتمرات الإسلامية والمؤتمرات العربية وما إلى ذلك التي تقضي بأنه لا حق لإسرائيل في فلسطين وفي بيت المقدس. وفي الوقت ذاته إن الدفاع عن بيت المقدس إنما هو دفاع عقدي ودفاع عن الوجود، لأننا إذا ما تخلينا عن بيت المقدس وعن فلسطين فمعنى هذا أننا تخلينا عن وجودنا وتخلينا عن حياتنا. واسمح لي أن أقول في النهاية منى إن تكن حقا تكن أحسن المنى وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. ونطمئن الإخوة المسلمين جميعا بأنهم إن شاء الله هم المنتصرون إن تنصروا الله ينصركم. وبإذن الله كما ورد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون هناك ثبات وأهل هذا الثبات سيكونون في بيت المقدس، فإن شاء الله ثابتون وصامدون، وبيت المقدس إسلامي عربي فلسطيني
ولن يزحزح ذلك من كان من المدلسين في التاريخ وفي الأيام أو من اليهود الصهاينة كما تعودنا منهم ذلك. لكن فقط اسمح لي أن أقول لأمتنا العربية والإسلامية كونوا جميعا يدا واحدة. يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا آحادا، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. ولا بد أن نبدأ بالخطوات الفعلية. نعم. ونكتفي بالقول ولا نكتفي بالقول. نعم. لا بد أن تكون هناك خطوات من الاتحاد. نعم. والقوة والعمل الفعال، ولا نكتفي بالشجب والاستنكار وما إلى ذلك، ولكن نكون يدا واحدة. نعم. ونبدأ في اتخاذ الخطوات القانونية والدولية لإرجاع حق الفلسطينيين والمسلمين في بيت المقدس الذي يريد أن يختصه اليهود وما يريدون فيه من تهويد. نعم. في الختام نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ونشكر الزميل محمد لطفي من الهندسة الإذاعية، والزميلة أميرة بدوي للإخراج، والإشراف الأستاذ عادل عبد القادر، والإشراف العام الأستاذ حسن سليمان. وإلى أن نلتقي بكم في فترة مفتوحة قادمة بمشيئة الله تعالى، نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع. نتناول فيها قضايا المجتمع. نتناول فيها قضايا المجتمع. نتناول فيها قضايا المجتمع.